فرانك سيلاك وهو الشخص الأكثر حظًا في التاريخ، وهو شخص بيشتغل مدرس موسيقى من دولة كرواتيا. تعرض لأول حادث في حياته في عام 1960. فرانك كان راكب أحد القطارات، والقطار ده كان خط سيره بالقرب من حافة نهر جليدي، وفجأة القطار ده اختل توازنه بسبب تراكم الجليد، والقطار للأسف سقط من أعلى حافة النهر. كل الركاب اللي كانوا على متن القطار ده توفوا إلا فرانك. قدر إنه يسبح وسط الجليد لحد لما وصل لحافة النهر، وطلع من الحادثة دي سليم مع بعض الإصابات الخفيفة وكسر بالذراع. وفي عام 1963 يعني بعد الحادثة دي بعام واحد، فرانك قرر إنه هيركب الطيارة لأول مرة في حياته علشان يسافر خارج البلاد. وبعد ما ركب في الطيارة والطيارة طلعت في الجو، حصل عطل في المحركات وباب الطيارة اتفتح لوحده بسبب شدة الضغط، وفرانك سقط من الطيارة من على ارتفاع كبير جدا، ولحسن حظه إنه بيسقط على كوم كبير جدا من القش، وبعدها الطيارة بتنفجر بالركاب في الجو، وبينجو منها فرانك بدون أي إصابات. وبعد الواقعة دي بتستقر حياة فرانك لمدة 3 سنوات بدون أي حوادث. وفي يوم فرانك كان راكب أحد الأتوبيسات العامة، والأتوبيس ده انحرف عن مساره وسقط من على الجسر في النهر، وبسبب الحادثة دي بيموت 4 من الركاب، وبينجو باقي الركاب واللي كان من ضمنهم طبعا فرانك. وفي عام 1970 قرر فرانك بقى إنه خلاص هيشتري عربية جديدة، ولما ركب عربيته لأول مرة محرك العربية انفجر، بس فرانك قدر إنه يقفز من شباك العربية قبل الانفجار ده بدقايق، وكالعادة فرانك ما يقسش. وفي عام 1973 فرانك اشترى عربية تانية، وفي يوم فرانك كان راكب عربيته وحصل فيها تسريب للوقود، وخرجت نار شديدة من فتحات الهواء، والنار دي حرقت دقنه وشعر راسه، بس طبعا فرانك كالعادة خرج منها سليم. يلا بقى مش مهم الشعر، أهم حاجة سلامته. ومن بعد الحادثة دي فرانك كره كل وسائل المواصلات، بصراحة حقه، وقرر إنه هيمشي على رجليه. بس تعدي على خير؟ لا ما تعديش. هو وماشي في الشارع صدمه أتوبيس كبير لدرجة إن الركاب افتكروا إنه خلاص توفى من شدة الاصطدام، بس الركاب تفاجئوا إنه ما زال على قيد الحياة، هو بس كان بيعاني من بعض الإصابات الخفيفة. بيدخل المستشفى وبيطلع منها بعد فترة بسيطة وهو زي الفل. يظهر كده إن فرانك زي اللي بيتقال عليهم إنهم ب7 أرواح. حكايته هتخلص لحد هنا؟ لا ما تخلصش، دي لسه اللي جاية الكبيرة. في عام 1996 فرانك كان راكب عربيته وماشي فيها في طريق جبلي، اتفاجئ بعربية نقل كبيرة طلعاله من الجهة المقابلة ليه، وحصل اصطدام شديد بين العربيتين، والعربية اللي كان راكب فيها فرانك بتقع من فوق التل من على ارتفاع 91 متر، ومن شدة الارتفاع ده العربية بتنفجر. بس طبعا فرانك قبل ما العربية بتقع من التل كان بيقفز منها وبيمسك بفرع شجرة، وبينجو كمان كالعادة من الحادثة دي. وفي عام 2005 قرر فرانك انه هيشتري بطاقة اليا نصيب ويجرب حظه لأول مرة في حياته، ولحسن حظه بقى ان البطاقة دي كسبت 1,100,000 دولار. انا بقى لو مكان فرانك هنا ممكن اموت من الفرحة. خوسيه سلفادور الفارينجا هو بحار من جمهورية السلفادور الموجودة في أمريكا الوسطى. خوسيه ساب السلفادور وهاجر هجرة غير شرعية للمكسيك من بعد مشاجرة عنيفة في السلفادور مع أحد الأشخاص أصيب على إثرها بعدد من الطعنات والكسور في قفصه الصدري. وفي المكسيك خوسيه اشتغل صياد مع مجموعة من البحارة اللي كانوا بيطلعوا في رحلات صيد على أحد سواحل المحيط الهادي. خوسيه كان بيطلع الرحلة بتاعته مع واحد من أصدقائه، وفي يوم خوسيه طلب من صديقه ده انهم يطلعوا في رحلة صيد، بس صديقه ده اعتذر لان كل الصيادين بما فيهم خوسيه كانوا على علم بان في عاصفة قادمة في الطريق اليهم. اضطر خوسيه انه يدور على شخص تاني يكون مرافق ليه اثناء الرحلة، وبالفعل خوسيه لقي شاب صغير عنده 22 سنة اسمه إيزيكيل كوردوبا وافق على انه يطلع معاه الرحلة دي. وفي يوم 17 نوفمبر من عام 2012 خوسيه وكوردوبا طلعوا بالرحلة بتاعتهم من شاطئ بلدتهم الصغيرة المعروفة باسم كوستا أزول الموجودة على الساحل المكسيكي اللي بيطل على المحيط الهادي. استخدموا في رحلتهم دي قارب صيد صغير طوله كان لا يتعدى 7 أمتار. قارب الصيد ده كان بسيط جدا، ما كانش موجود فيه لا سقف ولا كابينة قيادة، والقارب كان بيمشي عن طريق موتور صغير، وكان موجود على متن القارب معدات الصيد اللي هيستخدموها وبعض المؤن اللي هتكفيهم أثناء رحلتهم اللي كان مقدر ليها إنها هتستغرق 30 ساعة، وكان معاهم كمان حافظة كبيرة علشان يجمعوا فيها السمك اللي هيصطادوه. انطلقوا برحلتهم وأمورهم كانت ماشية بشكل طبيعي
لحد ما سافروا على بعد 120 كيلو متر من الساحل، وتقريبا على الساعة 1 صباحا وصلت العاصفة، وكانت الرياح شديدة على غير توقعهم، لدرجة ان القارب اللي كانوا عليه كان هيغرق بيهم من شدة الرياح. اضطروا انهم يرموا كل الادوات والاسماك اللي اصطادوها تاني في المية علشان يخففوا من حمولة القارب ويعرفوا يتحركوا بسهولة. حاولوا انهم يرجعوا تاني للشاطئ، بس للأسف الرياح كانت شديدة، ولسوء الحظ فجأة موتور القارب اتعطل، والقارب ما كانش موجود بيه اي وسائل تانية للحركة، لا أشرعة ولا حتى مجاديف يدوية. كان معاهم جهاز لاسلكي صغير اتواصلوا بيه مع زمايلهم اللي على الشط، عرفوهم باللي حصل، وزمايلهم قالوا لهم انهم هيبعتوا ليهم فرق انقاذ. وبالفعل زمايلهم طلعوا في قوارب يدوروا عليهم، بس للأسف الرياح كانت جرفتهم لمسافة بعيدة جدا عن الشاطئ. واللي زاد الأمر سوء إن كمان حجارة جهاز اللاسلكي خلصت، وفقدوا وسيلة الاتصال اللي كان ممكن من خلالها إن أي حد يعرف مكانهم. وفي خلال 5 أيام فقط كانوا على بعد 450 كيلو من الساحل. حالتهم كانت سيئة، والمؤن اللي معاهم كمان خلصت. اضطروا إنهم يصطادوا الأسماك بإيديهم وياكلوها وهي نية، وفضلوا يجمعوا في زجاجات المية اللي كانت بتمر جنبهم في المحيط علشان يعبوها من مية المطر. والأيام اللي ما كانش بينزل فيها مطر كانوا بيشربوا من دماء السلاحف والطيور اللي كانت بتقف على القارب. فضلوا على الوضع ده لعدة شهور. الأيام كانت بتمر عليهم تقيلة وصعبة، وكادوا أن يصابوا بالجنون من سوء الوضع اللي هم فيه. وبعد 4 شهور كوردوبا أصبح شبه فاقد لعقله، وحاول الانتحار أكتر من مرة. حالته الصحية تدهورت جدا، واللي زاد من الأمر سوء إنهم اصطادوا أحد الطيور، وبعد ما أكلوا منه أصيبوا بالإعياء الشديد. شكوا إن الطائر ده قد يكون مسمم، وبالفعل فتحوا بطنه ولقوا بقايا ثعبان سام في بطنه. خوسيه حاول إنه يتقيأ علشان ينقذ نفسه، بس كوردوبا تعب جدا وأصيب بحمى شديدة. كوردوبا أثناء مرضه أخذ عهدين على خوسيه. العهد الأول إن اللي يتوفى منهم التاني ما ياكلش لحمه، أما العهد التاني فطلب منه إنه لو توفى وخوسيه قدر إنه يوصل للشط يدور على والدة كوردوبا ويحكي لها كل اللي حصل معاه. وبالفعل بعد عدة أيام توفى كوردوبا، وأصبح خوسيه وحيد في عرض المحيط. فضل يواجه الموت في كل ثانية، وفضل على الوضع الصعب ده لعدة شهور. وخوسيه بيقول إنه حاول الانتحار أكتر من مرة، بس كان بيتراجع في آخر لحظة لأنه كان بيخاف من إنه يتعرض لألم شديد. فضلت الأمواج والرياح تحرك القارب لعدة شهور، وخوسيه ما كانش يعرف هو موجود فين بالظبط، لحد ما في يوم لاحظ خوسيه كثافة الطيور في المنطقة اللي وصل فيها، وبحكم خبرته أيقن إن لابد من وجود مكان لليابسة قريب من المكان ده. فضل نص يوم كمان، بعدها ظهرت له ملامح جزيرة من بعيد. قرر انه يقفز من القارب ويعوم للجزيرة. في البداية فكر ان الجزيرة دي مهجورة وما فيهاش اي بشر، بس لحسن حظه الجزيرة كان فيها بيت فيه راجل وزوجته. الجزيرة دي اسمها إيبوناتول، ومكانها قبل الفلبين. الراجل ده وزوجته لقوا ان خوسيه بيعاني من حالة إعياء شديدة، تم إنقاذه ورجعوه تاني لبلده. قصته انتشرت جدا، ووسائل الإعلام فضلت فترة تتداول القصة دي، وقرر خوسيه إنه يكتب كتاب بيحكي فيه قصته. بس سوء الحظ رجعله تاني. عيلة الشاب كوردوبا اللي كان موجود معاه على ظهر القارب اتهموه بإنه قتل ابنهم وأكل لحمه علشان يقدر إنه يعيش، وده طبعا احتمال وارد لأن في حالات كتير حصلت قبل كده. بس انا من وجهة نظري ما اعتقدش انه ممكن يكون قتلوه، لان زي ما قال ان الاسماك والطيور كانت موجودة وكانوا بياكلوا منها. وبعدين على ما اعتقد ان شخص في عرض المحيط لوحده هيكون الم الوحدة اصعب من الم الجوع، فبالتالي هيكون من المستحيل انه يقتل الشخص الوحيد اللي معاه على ظهر قارب في نص المحيط. انتوا بقى قولولي رأيكم في الكومنتات، هل خوسيه بالفعل قتل كوردوبا ولا كوردوبا هو مات لوحده؟ آرون راليستون مهندس ميكانيكي أمريكي الجنسية، كان عنده شغف كبير لهواية تسلق الصخور. ساب شغله كمهندس واتفرغ علشان يمارس هوايته، وفي عام 2002 سافر آرون لولاية يوتا علشان يمارس هوايته في أحد الأودية الجبلية هناك. وهو كان ماشي في الوادي اتعلق دراعه ما بين جدار الوادي وصخرة ضخمة وزنها 800 رطل. حاول كتير انه يخلص دراعه من الوضعية دي، بس كل محاولاته للأسف فشلت. وبعد مرور 24 ساعة عليه وهو متعلق بالوضعية دي فكر خلاص انه نهايته قربت، فطلع الكاميرا اللي كانت موجودة معاه وفضل يوثق في اللحظات اللي بيمر بيها، وفضل يكتب على الجدار اسمه وتاريخ ميلاده.
أرون فضل يصرخ كتير علشان حد يساعده، بس للأسف الوادي كان مهجور وما فيهوش أي حد، وكان بياكل وبيشرب من الأكل البسيط المتبقي معاه. بس لسوء حظه فضل على الوضع ده لعدة أيام لحد ما المية اللي معاه خلصت، واضطر إنه يشرب من ماء البول أعزكم الله علشان يقدر يفضل على قيد الحياة. الوضع اللي هو كان فيه كان مؤلم ومرعب جدا، لدرجة خلته إنه خلاص قرر إنه يضحي بإيده علشان ينقذ حياته. طلع سكينة صغيرة كانت موجودة في جيبه وفضل يقطع في لحم وشرايين إيده لحد ما وصل للعظم، ولكم أن تتخيلوا بقى كم الألم والذعر اللي كان أرون فيه. بس السكينة كانت ضعيفة جدا ومقدرش إنه يفصل العظم. حالة الهستيريا اللي هو كان فيها من الألم خلته إنه يحاول يشد إيده بكل قوته لحد ما إيده انفصلت عن بعضها وقدر إنه يخلص أخيرا نفسه. أرون كان حاسس بالإعياء الشديد طبعا لأنه فضل وقت كتير من غير مية ومن غير أكل، ودراعه طبعا كانت بتألمه جدا وكانت لسه بتنزف. فضل يمشي في الوادي لحد ما تم العثور عليه من قبل 2 من الأشخاص كانوا عاملين معسكر في الوادي. نقلوه للمستشفى علشان يتعالج وقصته انتشرت جدا واتوثقت في أحد الأفلام في هوليوود. أرون محرمش ومستمر لحد الآن في ممارسة الهواية بتاعته، بس اللي حصله ده علمه إنه لازم قبل ما يطلع الرحلات دي يعرف أي حد عن مكانه، على الأقل مامته أو زوجته. وعشان الرجالة ما تتضايقش من زوجاتهم اللي بيسألوهم رايحين فين وجايين منين، أكيد هما بيكونوا قاصدين بس إنهم يطمنوا عليكم وعلشان أمنكم وسلامتكم.